احنا كنا بنتكلم عن الحملات الأمنية اللي استهدفت عدد كبير من التيك توكرز المخالفين طبعا للآداب العامة، وبينشروا فيديوهات مسيئة للذوق العام والأخلاقيات، ويعني فيديوهات نقدر نقول ما بتعبرش عن المصريين بمنتهى البساطة يعني. طبعا الحملات مستمرة لسه، بيتم القبض على عدد من التيك توكرز المخالفين او اللي بينشروا محتوى مسيء، او محتوى فيه الفاظ بذيئة تخدش الحياء. مش حاجة لطيفة اللي احنا نشوفها، ولا لينا ولا لأولادنا ولا لأصحابنا ولا لشبابنا ولا أي حد ممكن يقدر يشوف المحتوى ده. في بعضهم او عدد قليل تم اخلاء سبيله، بس في طبعا عدد كبير لسه على قضايا مختلفة، منها القضايا اللي انا لسه قايلها، وقضايا بتتعلق بالمخدرات، بحيازة سلاح غير مرخص. يعني لسه القضايا شغالة، ولسه طبعا النيابة بتباشر التحقيقات. وكنا عايزين نعرف رأيكم، يعني قولوا لنا رأيكم ايه الموضوع في موضوع ايوه القبض على التيك توكرز المخالفين. هل انتم مع ام ضد آه القبض على التيك توكرز المخالفين؟ وهل ده بيشكل او شايفينه ان هو في الاول في الاخر الناس ممكن تعتبرها ان هم بيقدموا محتوى لايت، محتوى خفيف؟ طبعا احنا ما بنتكلمش على المحتوى الخفيف لان هو او اللايت، لان المحتوى ده ليه ناس وليه جمهور طبعا. وحاجة كويسة لان التيك توك عموما هو منصة اجتماعية يعني ترفيهية. ترفيهية بالظبط. فمعنى ان هي وجودها بشكل ترفيهي، ما يمنعش ان انت تبقى عارف الترفيه ده واصل لغاية فين، يعني ايه المراحل الترفيه اللي انت بتتكلم فيه. فاحنا عايزين نعرف رأيكم في حملات القبض على التيك توكرز المخالفين. رأيكم ايه؟ في حد كان تقريبا كتب حاجة لا، كان هنتفاعل بابا قال اكتر. ابدأ والناس هتتفاعل، أكيد الموضوع جيد جدا. اه فحابين نعرف رأيكم في الموضوع ده، يعني هل انتوا شايفين ان انت مع ام ضد التيك توكرز المخالفين؟ طبعا معاهم، بتشوف محتواهم اساسا؟ لما بتشوف المحتوى ده بتعمل ايه؟ يعني هل انت مثلا ممكن تبعت ريبورت للسياسة المنصة دي، وممكن تقدم حاجة تقول فيها الناس دي ما ينفعش ان هي تكون موجودة بمحتواهم unlegal غير قانوني؟ آه، قولوا لنا، يعني كلمونا وقولوا لنا. انت قولي لي رأيك ايه عموما. لا، أنا طبعا مع جدا قرار الحكومة أو قرار الجهات الأجهزة المختصة الأمنية. أو الأجهزة الأمنية إنه الناس دي لازم تتمنع مم. تتمنع من الظهور بشكل عام، لأنه هما مش بيفسدوا آه، يعني نفسهم، هم مم. بيفسدوا جيل بحاله، وجيل من مختلف الأعمار، يعني ممكن من سن 8 9 سنين لغاية 18 19 20 سنة حتى. مم. وبيستغلوا نقطة الفقر والجهل، للأسف. يعني بيستغلوا النقطة دي كويس قوي قوي قوي. انه ايه ده، انت فقير، انت عايز يبقى عايز، او حتى اللي بيبقوا عايزين يتشهروا. مم. مش بس يعني ممكن يبقى حد معاه فلوس ومتعلم كويس قوي وكل الكلام ده، مم. بس عايز يتشهر، مم. وعايز يتشهر بسرعة. ده حقيقي. أم، بس هي الفكرة انه انت بتستغل نقطة ضعف بني آدم، مم. يعني وبتستغله ان هو ايه، انت عايز تتشهر بسرعة، اعمل محتوى تافه، مم. او ما تعملش محتوى اصلا، مم. اطلع. لا، هو فكرة ان هم بيلجأوا للطريق السهل. هو عموما في ناس كتير بتعمل محتوى هادف ومحتوى جيد وإيجابي ومشهورين برضو، بس للأسف اللي بيطلع ترند، اللي بيستضيفوا
البرامج اللي بيبقى شايف ان هو ممكن يحتاج ان هو يكون موجود مع الناس، يبقى هو المحتوى اللي هو ما فيهوش محتوى اساسا، يعني ما لهوش اي صورة لاي محتوى. كمان هم بيبقوا بيتعاملوا مع التيك توك او المنصات اللي بيطلعوا عليها بفكرة اللي احنا بنتعامل عادي، فاللي بتكلم ابوها من ورا الكاميرا وبتقول له مش عارف ايه ممكن توجه له الفاظ بذيئة اساسا وهي بتتكلم معاه. اللي بيعرض صور لبنات بشكل غير لائق على اللايف او في الفيديوز اللي بيعملوها. وطبعا بيعمل بقى ايحاءات بشكله كده، فبيبين الموضوع هو واصل لفين اساسا. فالفكرة ان هو في الاول وفي الاخر ان انت بتقدم ايه لمين، وايه المحتوى اللي انت بتقدمه اساسا. انت عايز تضحكني بس انت ما بتضحكنيش، انت يعني انت ما بتقولش افيه، ما بتعرضش موقف كوميدي. ده حتى في ناس على التيك توك بيعملوا ليبسنج الاغاني، بيعملوها بتعبيرات كده وشهم او بجسمهم، بتبقى حاجات لطيفة جدا، مش حاجة ولا تسيء ليهم ولا تسيء للمشاهد اللي بيتفرج عليهم. ولكن بعض من التيك توكرز اللي هم بيعتمدوا بقى على الشوينج وبيعتمدوا على فكرة ان احنا بنستسهل الطريق وبنروح لأي طريق سهل رخيص، ما ي... علشان يحقق مشاهدات، علشان يبقى عنده شهرة، عشان يبقى عنده أرباح من والسرعة الفيديوهات دي. والسرعة بتاعت الطرق دي مم. بيجي عليها وقت خلاص. يعني انت زي ما انت رحت بسرعة قوي، فانت هتختفي بسرعة قوي بالظبط. يعني. وحصلت اللي قبليهم اه، يعني. حصلت لناس مم. كتير مم. قبليهم. مم. غير كده انا برضو لان برضو طلع قدامي حد من الناس الشيك المحترمين على التيك توك او على السوشيال ميديا يعني، مم. كان عامل ليب سينك لاحد المخالفين مم. لمقطع اتشهر بيه مم. في خلال الاسابيع اللي فاتت. مم. طريقة الكلام نفسها مش ألطف حاجة يعني. بيتقال عليها تضجين، ان انا اطجن بصوتي او ان انا أعمل كده. انا ما بحبش اتريق على حد، بس اه، هو انا بوضح هو اسلوب اسلوب بيعمله يعني. الحركة. مم. ده مش حلو. ليه؟ ليه اطلع اتكلم كده قدام الناس وفاكر نفسي بقى كول وروش او روشة؟ انا بتكلم في الناحيتين. مم. كول او روش، او ان انا كده بقى هبقى ايه فوق هاي بقى، مم. وان انا لابسه جوتشي ولا فيرزاتشي ولا واخده ولا واخد او واخده مش عارفه الاقامه الذهبيه من دوله معينه، مم. ان انا كده رحت في حته تانية. لا، هو انت ستيل مكانك. مم. يعني انت في وجهه نظر ناس كتير ضدك او ضد مبادئك، فهو انت ستيل مكانك. مم. انت بتلعب برضو، نلف ونروح ونيجي، انت بتلعب على عقول الاطفال يعني. آه، بابي قال اكيد اي منصة فيها الحلو والوحش، بس الوحش ده بيبقى لنفسك، لكن اللي يستغل الاطفال ويقدم محتوى كله شتيمة وابتذال، ده يستحق انه يتقبض عليه. ده مم. صح، صح جدا مش كمان. يتقبض عليه بس، ويتسجن كمان. ما هو يتقبض مم. عليه. مم. يعني تباعا الكونكلوجن بقى يعني. اتباعا مم. ان هو يتسجن، مم. لانه انت بتدمر جيل. وخصوصا انه في اطفال خلاص. انا ببقى في سن 8 ل 9 سنين، انا الطفل بيقدر يقول انا عايز اكل، عايز اشرب، عايز اروح المدرسة، عايز اروح التمرين. يعني بيبقى في سن واعي ان انا افضل ماسكة التليفون، او ان انا افضل عاملة مش عارف ايه يعني. خصوصا اطفال الجيل ده، مم. يعني هم غيرنا زمان، او الجيل اللي قبلنا او اللي قبله او اللي قبله. ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش عندنا حاجة، فكان كانت التواصل حلوة الحياة الأسري. من غير اه سوشيال والله ميديا. كانت جميلة. ما عشناهاش ما لا برضو. يعني ما يعني لا، دلوقتي السوشيال ميديا بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا. مم. فان احنا نرجع تاني لعصر ما قبل السوشيال ميديا هتبقى صعب. لانه خلاص الناس اتعودت انه افتح الفيسبوك اقول رأيي، افتح انستجرام احط صورة، مم. تيك توك اعمل فيديو لطيف يعني.
كده هي ده مم. الموضوع يعني. استاذ حمدي، مع القبض مع القبض طبعا طبعا على على اي اي محتوى محتوى مخالف مخالف. ومنافي للاداب. ده حقيقي، احنا كلنا كلنا. متفقين. وطبعا انت محامي كبير، فانت انت اللي هتوجه الموضوع. يعني تحية كبيرة ليك. واحنا كلنا طبعا مع هذه النظرية، وهي ان اي محتوى مخالف يتمسح، يتشال، يتقبض تباعا يعني على المخالف او التيك توكر المخالف، او اي حد يعني انفلونسر حتى، يعني مش لازم يبقى تيك توكر. ان هو معنى ان هو اي حد على مخالف. السوشيال ميديا بشكل عام بالظبط. بيعمل فيديوهات مسيئة، ومش لازم الإساءة دي تبقى بشتيمة او بلفظ او كده. لا، هو في فعلا إيحاءات. في اطفال بتروح لاهاليها بتقول ماما ماما، هو يعني ايه ده؟ مم. ما هو يعني انت ازاي انت طفل عندك 10 سنين 11 سنة مم. تفهم اصلا ده؟ انت صغير قوي على ده. مم. فالاهل بيضطروا يقعدوا يشرحوا، او مش بيضطروا، هو ده جزء من واجبهم يعني. مم. ان انا بقعد اشرح ان لا، ده غلط، ده ما ينفعش. ليه غلط؟ طب ما فلان بيعمله. طب مم. ما هو انت كده قدوة. فانت طالما طلعت على منصة ما، ايا كانت، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، اي حاجة، ان شاء الله لو واتساب، مم. انت قدوة للي قدامك. لا، وانا كمان برضو اللي مستغربه ان فيديو من الفيديوهات، انا مش حابب اذكر اي تيك توكرز من المقبوض عليهم، بس واحدة منهم كانت بتوجه إساءة لابوها، ما هي دي فالناس نفس الشخص اللي انا قلت بصيت. ان حد بيعمل فيديو ليها انتشر قبل اه، قبل هي القبض الفكرة بقى ان عليها. الناس بدأت نفس الفكرة يعني. تضحك، يعني الناس، انا شايف في التعليقات الناس بتضحك، فانا مش فاهم الناس بتضحك على انا ايه. بضحك على يعني اساءتي لاهلي ازاي؟ يعني انا بدل ما اقوم طفلة، انا ستيل بسميها طفلة، عندها 16 17 سنة، آه، انا بضحك بقول لها اه برافو كملي؟ لا مم. طبعا، ما ينفعش ان انا اقول لها برافو كملي. انا بقول لها برافو كملي على ايه؟ لا، يعني بسأل نفسي، هو السيكولوجية البني آدم اللي بيتفرج على فيديو من الفيديوهات دي وبيعمل تعليق ضحك وبيمنشن حد تاني علشان يضحك زيه، بالظبط يا استاذ وبالقبض حمدي، هو بالظبط، هو دي افضل حاجه بصراحه الرئاسه عملتها، وتوجيه لوزاره الداخليه بالقبض على اي على أي محتوى محتوى مخالف. مخالف، لأن ده لان ده بيأثر بيأثر على على مستوى مستقبل أولادنا. اولادنا واخواتنا طبعا هو والاطفال بيأثر كلهم. على كل الأجيال بشكل هو عام. مكمل ان الاطفال كلهم معاهم مم. موبايلات وبيقلدوا كل حاجه. ده حقيقي هو الطفل للأسف. حتى من غير موبايل بيقلد. مم. يعني هو الطفل لو شاف مثلا مامته او باباه او كده مم. بيصلي، هيروح يصلي. هو ممكن ما مم. يبقاش فاهم حاجة، طبعا. هو هيروح هيقلد. مامي بتشرب عصير، فانا عايز العصير اللي مع ماما، مش ايه اللي حصل؟ بيقول لي ما تقول سوزي يا عم احمد، كده كده موجود عليها، مش هتعمل لك لا، محضر. احنا احنا مش مش خايفين بنتكلم من احنا مش المحضر بنتكلم ولا على خايفين من اي المحضر، بس حاجة، مش عايزين بس نذكر اسماء لان انا مش مش عايزين نسلط عايز. الضوء على بالظبط. الناس دي. يعني خلاص احنا بنحاول ان احنا آه، نبعد عنهم. مم. يعني اللي هو ايه، احنا بنوجه دلوقتي مم. الشباب كمان الصغير اللي هم كانوا ماشيين وراهم، انه يا جماعة اديكوا شفتوا ايه اللي حصل. مم. فاحنا بنوري يعني هي للناس الفكرة مش في الاسم، الفكرة في في الفكرة التصرف. في نفسها. التصرف. يعني في اللي انت بتفكر فيه انك تقلد فلان الفلاني او فلانة الفلانية. مش الموضوع مش اسم بالنسبة لي أو بالنسبة لنا يعني. الموضوع مش اسم، الموضوع اللي احنا دلوقتي قدام حرب، ودي حرب برضو، حرب إلكترونية كده بتلعب على عقول إخواتنا وأولادنا وأصحابنا وعيلتنا، كل الفئات. مش هقدر أقول فئة معينة، لأن برضو على فكرة في كبار سن بيعملوا برضو فيديوهات من النوع ده عادي، بيلجأوا لها وبيحبوها والكلام ده. وانا بقى بصراحة يعني، برضو لانه في ستيل بارت كده في التيك توك مسيء جدا بالنسبة لي انا ان انا اشوفه. وهما الناس اللي بتطلع تشحت حرفيا على التيك توك، ومش بتشحت بفكرة انه بفتح لايف واقول كبس كبس. لا مم. اوكي، دي ممكن تتاخد بمحتوى ترفيهي لو اتعملت صح. مم.
انا بتكلم عن الناس اللي تفتح لايف عادي زينا كده، كاتبين ورقة في الحيطة وراهم بعتولي وردة علشان انا مش عارف ايا يكن عنده مريض، ظروف مريض يعني. عندي ظروف بتاع مم. الكلام ده. مم. طيب انت معاك موبايل، واضح ان الموبايل كاميرته كويسة، معاك انترنت. معاك انترنت، معاك كل ده، مكسل تنزل تشتغل؟ مم. ما هو دي الفكرة برضو اللي الناس او بعض من الناس اللي على التيك توك بيلجأوا للطريق الاسهل، الطريق اللي هو الناس مشيت فيه وعملوا منه ملايين. فاحنا نوصل نمشي في الطريق السهل. ماله الطريق السهل وحش؟ نطلع لايف ويجبرها ايه؟ هو لايف هندوس ريك وموضوع هيبتدي، وهنقعد بقى ايه، نملى في شرايط نقول اللي احنا عايزينه، ونقول ونتكلم على الناس ونشتم في ده ونسب في ده ونعمل حاجات كتير. وفي الاخر انا بقيت بيتشاف عندي مليون مشاهد وحققت ارباح الفلانية، رغم ان برضو فكرة الارباح ليها قصة تانية وليها قصة بغسيل أموال وقضايا كتير خاصة بالموضوع ده. بس هي الموضوع الأساسي اللي بعض من الناس بيلجأ للطريق السهل. فبالتالي الناس اللي بتقدم محتوى هادف أو محتوى إيجابي ما بيظهروش. يعني أنت بتأثر على غيرك اللي هو فعلا بيقدم رسالة وبيقدم محتوى إيجابي ومحتوى فيه هدف معين أنت بتقدمه. أنت بتأثر على ده، فبالتالي ده مش هيظهر لي. لكن انت لما تطلع بتعرض لي ايحاءات جنسيه ولا فيديوهات منافيه للاداب العامه، وده اللي بيطلع، ده اللي بيظهر لي اول حاجه، ده اول حاجه الواحد بيشوفها هي دي. هو استاذ حمدي كاتب كومنت كبيره انا قوي عاجبني اللي انت في الناس متفاعل يا استاذ حمدي المتخيله. والله. هو بيقول الناس الناس بقت بقت متخيله ان متخيله. الموضوع مجرد انه بس مباشر وجولات وفلوس والدنيا خلاص. لك أن تتخيل إن جريمة غسيل الأموال اللي متوجهة ليهم كارثة كبيرة جدا. الناس بتجيب فلوس وبتضخها في البرنامج مقابل نسبة معينة علشان تخرج بشكل آخر رسمي يقدروا يستخدموها بعد كده، أراضي، عربيات، فيلل، شقق. مش مجرد بس شايفين إن ده عادي. أيوة ده حقيقي اللي أنت بتقوله، كل الكلام ده إحنا بنقول عليه لان القضايا كبيره والقضايا مختلفه كمان. فبتخلي ان الجريمه عماله تكبر اساسا من فيديو انت قررت تعمله علشان تحقق مكاسب ماديه او فلوس او شهره سريعه. والشهره السريعه بتؤدي الى موت اسرع عموما. بالظبط. اسلام فرغلي دخل في حته تانية خالص ممكن اعرف يعني. عاملين اكل ايه النهارده؟ والله يا اسلام احنا احنا ما معزومين عملناش احنا اكل. معزومين عندك يا اسلام. احنا احنا معزومين، هنخلص هنخلص ونجيلك اللايف يا ده اسلام. ونجيلك نتغدى عندكم. فالموضوع في الاول في الاخر احنا قدام حملة امنية على التيك توكرز المخالفين. دي خطوة لينا كلنا مهمة، لينا كلنا هتنفعنا كلنا. لان الواحد طول فعلا لما بيقلب سكرول كده على المنصات دي بيلاقي فعلا كوارث، بيلاقي ناس اللي هو انتوا دماغكم فين يا جماعة؟ انتوا جايبين الكلام ده منين؟ يلا بينا. انتوا ازاي فكرتوا في الافكار الغريبة دي اللي هي اصلا تؤدي الى الموت السريع؟ انت مش موجود. وحصل لي حالات قبل كده كمان بدون ذكر اسماء حصلت. هي آه الفكرة ان حاليا على التيك توك، مم. يعني انا متابعة طبعا خلال الفترة اللي فاتت ناس كتيرة قوي من التيك توكرز المصريين هم اختفوا. يعني اغلب مم. الناس الامثلة اللي احنا بنقول عليها بعيدا عن اللي اتقبض عليهم لانه هم كتير قوي، مم. هم اختفوا. هم فاكرين انه احنا هنختفي حبة ولما الدنيا تهدى هنطلع بقى تاني نزود بقى الحوارات دي. مم. فلا، هو انتوا حتى لما تطلعوا تاني انتوا برضو هيتقبض عليكم. مم. ما تفتكروش فكرة انه ايه ده، احنا هنهدى شوية هنهدي اللعب بتاع الكلام ده وبعدين نطلع بقى نقول للناس اصل احنا كنا تعبانين، احنا كنا مسافرين، نضحك بقى على عقول الناس من اول وجديد. مم. لا، هي الناس فهمت اللي انتوا بتعملوه، الناس فهمت اللي بيحصل، حتى اللي كان بيدعمكم بأقل حلوة حاجة. حلوة المبادرة بتاعت أستاذ حمدي دي.
تحفة، وأتمنى إن كل الناس تشارك فيها، وكل الناس فعلا تنضم للمبادرة دي. مبادرة لأي حد بيشوف محتوى مخالف إنه يبلغ ويتابع الأمر. ممكن أشوفه هنا عشان أنا مش اه شايف يعني انا متطوعة في محافظتي لاي حد يشوف محتوى مخالف اني ابلغ واتابع الامر بنفسي. وحسبة لله، حسبي الله تقريبا، أوكي. او حسبة لله في قلب كمان. ما هو هنا مش ظاهر عندي، بس هي طبعا دي مبادرة مهمة جدا، وكلنا فعلا محتاجينها دلوقتي. أي حد فعلا يشوف محتوى مخالف يبلغ عنه، بالظبط. يبعت ريبورت عنه، يكتب في ريبورت هو المحتوى ده غير أخلاقي، غير قانوني، ما يناسبناش كأداب عامة لينا، ذوق مصري كمصريين. احنا برضو يعني احنا مش ناس قليلة، المصريين دول مش قليلين، علشان في الأول في الآخر ننشر فيديوهات بتتصدر للخارج، اللي هو قد ايه احنا في عالم تاني، في كوكب تاني اساسا. احنا مش مركزين في اي حاجة غير في الحاجات التافهة والحاجات الرخيصة، واحنا مش كده اساسا. ف حضارة وده 7000 سنة بيضيعها شوية ناس مم. يعني لا تفقه شيء، مم. خلينا نقولها كده. محمد إبراهيم. محتاجين محتاجين وعي وعي جماعي يا صديقي. جمعي. جمعي. يا أهي أهي صديقي. أهي. أم. التقنين مهم، مواقع إلكترونية كتير مهمة محتاجة تساهم في ده. اه انا برضو بالنسبة للمواقع الإلكترونية، انا شفت موقع إلكتروني برضو بدون ذكر اسمه يعني، قرر انه يعمل انترفيو او لقاء مع احدى التيك توكرز اللي جابوا في الثانوية العامة رقم كده عجيب، فقرر انه يروح يعمل معاها لايف ويعمل معاها تقرير. فحاجة برضو غريبة في حد ذاتها، ما شفناهاش في عالم الصحافة عموما يعني. قبل تدخل الداخلية بدقايق كان في نشر واحتفاء بحثا عن الريتش، بالظبط هو ده اللي بتكلم عليه، ان هو راحوا يصوروا معاها علشان ترند. ريتش. لا، وريتش بقى يعلى بقى اه بالموقع. ترند يجيب ريتش، ما هو بالظبط. يعني الترند ان انا اطلع ترند رقم واحد او رقم اتنين ده ان انا بجيب ريتش. مهم زي ما الأستاذة بتقول، الناس فاهمين لكن محتاجين تكثيف لده. وده حقيقي فعلا، احنا محتاجين ده، وعشان كده احنا بنطلع دلوقتي عشان كده ده جزء من رسالتنا احنا الإعلامية، اللي احنا نتكلم عن فكرة اللي انت بتقوله، ان هو المواقع، او يعني بلاش نسلط الضوء بقى عليهم، يعني هو كمان مش موجودين على التواصل الاجتماعي، وكمان بنسلط الضوء عليهم في المواقع الإخبارية، وفي يعني اي حاجه بتبحث عن ريتش فعلا زي ما انت بتقول، ان هو هعلي الترافيك عندي، الترافيك قليل ضعيف، فعلي الترافيك بقى بفلانه الفلانيه اللي عملت فيديو على التيك توك، اللي قالت لمين على التيك توك مش عارف ايه، وشاهد و... قبل يعني احنا والاخيره ردت ستيل. عليه وقالت له مش اه عارف احنا ايه يعني. ستيل في مرحلة للأسف بعض المواقع وبعض ال الجرائد الإلكترونية، مم. احنا ستيل في فترة شاهد قبل الحذف. مم. ليه؟ ليه يا جماعة؟ يعني أشاهد ايه وليه وايه أهميته؟ انت ما بتقوليش مثلا مم. شاهد سقوط طائرة لا قدر الله ولا بتاع ولا حاجة كارثة قومية، ده حد بيشتم مم. حد والتاني بيرد عليه بشتيمة. مم. دماغ شوية يا جماعة، ريحوا انا دماغ. انا يعني لسه كنا بنتفرج من قريب على فيلم ريستارت مهم. لتامر حسني. الحقيقة إن الفيلم ده خطير يعني، فيلم فعلا بيعبر عن الواقع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. لا وقال ال... فيه جملة جميلة قوي: العاقل ما ما بيتصدقش. بيتصدقش والتافه بقى بقى قدوة. قدوة. يعني للأسف مم. الناس كلها ماشية مع فكرة انه ايه ده مش عارف مين كان اسمه ايه اللي في الفيلم، مش عارف ايه ابو فردة حاجة كده يعني في فيلم اه. ريستارت يعني ممكن تتفرجوا عليه. آم، فهو خد جايزة مش عارف ايه. حد تاني مش عارف اسمه حسين بتاع يعني حاجة اسم طلعتش حاجة مقرف كده كده. غريبة. فبرضه خد جايزة. جم بقى للمخترع اللي عامل ابلكيشن
حلو ومحترم وبيساعد الناس وبتاع ادوا له وكده، شهاده تقدير تقريبا. ادوله كاس العذاب تقريبا. خازوق كده. ملوش اي علاقة بالدنيا. لا، ادوله حرفيا شهادة تقديرية. اه شهاده، ادوا له شهاده تقديريه ف وقالوا له شكرا شكرا لمجهودك وبتاع، اللي هو التافه بياخد 100 و500 ألف وأرقام عجيبة كده. مم. وحتى في المشاهدات، مم. يعني حتى لما هما كانوا بيقولوا المشاهدات، فيديو مش عارف مين بمشاهدات 150 ألف مشاهدة، جمع الراجل المحترم قالوا له ايه، المخترع 900 الصغير. 900 مشاهدة. ان هو حتى تامر بلذاذة قال 900 مشاهدة ايه ده، انا حتى ما كملتش 1000. مم. ف... ما هو ده جزء بقى من الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي. وعلى فكرة يعني الفنان تامر حسني طبعا دي حاجة حلوة جدا جدا. الفنان تامر حسني كتب نجم بوست. الجيل. طبعا كتب بوست بيناشد الحكومة انها تبدأ تشتغل على الابليكيشن اللي قال عليه في الفيلم، مم. انه تقريبا كان اسمها صدقة لجارك، حاجة اه كده، حاجه ساعد كده. جارك، مم. حاجة كده. يعني ان الواحد المقتدر يساعد بمبلغ مالي صغير مم. في ان هو يعني يساعد فقير، مم. بدل ما احنا آه، بنحاول ان احنا نجيب بقى لايكس وشير وسبسكرايب ومش عارف ايه مم. وورد واسمها ايه دي، اسد. واسد وحاجات كده. لا يعني ساعد فلان، يساعد ده وساعد ده وساعد ده وساعد ده، مم. يعني ساعد الناس كلها. مم. هي كمان الفكرة في الفيلم ان هو الوكيل اللي هو اللي ماسك زي وكالة اعلامية او اعلانية، اللي هو طبعا عايز يعمل فلوس وعايز يعمل ريتش وعايز يبقى ترند والكلام ده. فجايبهم بقى وبيخليهم يعملوا بقى حاجات غريبة، البس عروستي وروح تصور في الفرح، البس مش عارف بدلة رقص واعمل مش عارف ايه. وطبعا يعني بيواكب اللي بنشوفه في الواقع دلوقتي. فطبعا في ناس بترضى علشان الفلوس، علشان بدل ما ياخدوا 10 جنيه بياخدوا 100 جنيه، بياخدوا 1000 جنيه، على حسب بقى نسب مشاهدتهم. فالفيلم فعلا فيلم واقعي جدا. حاسس ان هو ما خدش حقه اه دي حقيقة في فعلا، الفيلم ما في خدش المشاهده، حقه. في النقاد ان هم يتكلموا عنه ويتكلموا عن قد ايه اهميته دلوقتي في الوقت ده باللي احنا شايفينه من المنصات او من التيك توكرز اللي موجودين المخالفين يعني، اللي بيعملوا لنا فيديوهات مسيئة للآداب العامة بشكل عام. آه، يعني انا عاجبني ان الناس برضو بتقول هاي للاسف هشام. حصل. هشام، اوكي ازيك يا هشام هشام؟ صديقي البرنامج. صديقي البرنامج. هشام، بما ان هشام يا جماعة رئيس تحرير يعني برنامج فني كبير اللي هو اون سيت على قناة اون. على قناة اون. وكمان سيناريست وكاتب لبعض المسلسلات اللي نجحت جدا الفترة اللي فاتت. فهشام، احنا بنتكلم على فيلم ريستارت، مم. فأكيد ممكن تكون شفت الفيلم، فقول لنا رأيك في الفيلم وفي رسالة الفيلم حاليا، بحكم ان احنا كنا بنتكلم امبارح على التيك توكرز وبنتكلم النهاردة كمان. مم. ف احنا خدنا المثال من فيلم ريستارت، انه فانت ايه رأيك في الفيلم، وممكن نكمل كلامنا بتاع امبارح عن التيك توكرز كمان. مم. كمل. فانتوا يعني الناس بقى اللي بتشوفنا دلوقتي، قولوا لنا ايه رأيكم في اللي بيحصل من الحملات الأمنية، وشايفين اللي احنا دلوقتي بحاجة توعوية مجتمعية مننا احنا. مش لازم كل التحركات يبقى من الجهات الأمنية بس، انت في تحركات مجتمعية. انت ممكن تعمل ريبورت على الفيديو ده، ممكن تمنع، تعمل بلوك للأكاونت عموما، تخلي تعمل مبادرة لقفل هذا الأكاونت أو هذا البروفايل، تقفله نهائيا. المشكلة انه لما الناس بتبادر بده، وده على فكرة بيحصل، مم. يعني ناس كتير حاولت انها تقفل اكونتات ناس كتير من المخالفين
بيطلع. لا انفولو، مش لا، لازم نقفل، غير انفولو. انفولو، انا بعمل ريبورت لتيك توك، وببعت ايميل لتيك توك انه يا جماعة ده بيقدموا محتوى لا يصلح. فيروحوا عاملين ايه بقى؟ نجوم ال- القضبان خلينا نسميهم كده نجوم القضبان حاليا. أم، لا هما يروحوا مهاجمين، وهجوم صعب، مش هجوم بيبين فعلا معادن الشخص يعني. ما ال... هو طبيعي ان انت تتهاجمي، ما هو ده هيحصل. مش هيعدوا الموضوع بسلام يعني. بس احنا بنتكلم علينا احنا كمجتمع. احنا مش لازم نستنى ان الجهات الامنية هي اللي تاخد قرار لوحدها، لا احنا برضو عندنا قرار ان هو انت ما تتابعش ده، ما تشوفوش، ما تنشروش، ما تكتبش عنه. يعني ده كل ده هيأثر على البروفايل ده او التيك توكر ده، ان هو ما يبقاش موجود، ما يبقاش ظاهر. تجاهلوا يا لكن جماعة. تجاهله بالظبط، لكن يعني انت بتنشره وسائل الإعلام. وبتعمل تاج لغيرك وبتشيره مش عارف فين وبتكتب عنه. فانت طبيعي، انت مشارك على فكرة مم، في الجريمة دي. طبعا. وسائل الإعلام يا ريت يا ريت بجد بجد تتجاهل الناس دي مم. تماما. يعني تجاهلوا يا جماعة. ليه أروح أجري عشان عشان، الترافيك. لا بعيدا عن الترافيك، ليه أروح لا أجري؟ مش بعيدا، هو رايح عشان الترافيك، أيوة هو رايح بس، يصور مع التيك توكر ده أنا علشان عارف ان مبدئيا الترافيك بتاعه يعني هيعلى. لما مذيعة مشهورة على قناة ما عايزة تصور مع أحد المخالفين، التانية تتنك عليها تقول لها لا أنا، وقالت لها إنك هتاخدي مبلغ مالي معين، مم. لا اخد المبلغ ده ليه، انا عايزه كذا كذا كذا، وضربت مم. مبلغ في العالي قوي على، في الاخر الفقره بتاعتك كلها على بعضها مش هتكمل لا 10 دقايق. بصي، انا مش بتكلم على فكره استضافتهم. لا انا لان أنا كده ممكن انا استضيفهم، انا ممكن كمذيع، انا استضيفهم ثانيه واحده كمذيع بس، انا بهين ممكن، نفسي. لا مش باين نفسي. انا ممكن استضيفهم واواجههم باللي هم بيعملوه. مش لازم استضيفهم اقعد اهرج والعب معاهم. وزي ما في ناس استضافتهم وهزروا مع بعض، انا مش باين نفسي. انا بشوف بعمل شغلتي، انا شغلتي اللي انا استضيف كل الناس. لكن بأسئلتي اقدر اوجه الموضوع واشوف انا الموضوع هيبقى رايح لفين. اقدر اتكلم مع التيك توكر ده او التيك توكرز دي ان انت وانت ايه اللي انت بتقدمه، ايه الهدف من اللي انت بتقدمه. ده سؤال، ده ممكن يكون اول سؤال اساله له او اساله لها، ايه الهدف من اللي انت بتقدمه؟ انت عايز ما توصل ايه هو للي هم ده حصل شايفينه؟ قبل كده، ما هو ده حصل قبل كده. اول لما الناس دي طلعت، الناس برضو احد المذيعات استضافتهم وقالت لهم انتوا ايه المحتوى اللي انتوا بتقدموه؟ مم. انتي واحدة طالعة ايوه تقولي مش هرفضه. تشتمي باباكي، ولا تشتمي اخوكي، ولا مم. فلان ولا علان ولا بتاع، ده غلط. مم. ايه اللي حصل؟ اتهاجمت على الهوا. يعني اتهاجمت المشكلة كريم بصوص على بيقول الهوا. المشكلة في كل بيت، ومشكلة في المشاهير اللي بتتصور معاهم من باب الترند. صح. هو الترند، الترافيك، حاجات بقت شاغلة الناس بشكل كبير جدا، بعيدا عن ايه اللي احنا بنقدمه علشان نتعدى الترافيك او نعلى بالمشاهدات او نبقى ترند. رغم ان في حاجات كتير جدا ممكن يبقى بيها ترند ونبقى ترافيك. بعيدا عن اللي احنا بنخش في اعراض بعض، بنخش في حاجات منافية للآداب العامة، لحاجات إيحاءات جنسية. كل ده ممكن نعمل حاجات افضل بكتير وتوعوية اكتر بكتير اللي احنا نقدر نبقى بيها ترند. بس للاسف في ناس بتستخدم الطريق السهل، الطريق اللي هو ده هيحقق لي مكاسب سريعة ومشاهدات اسرع، فيلا بينا ونعمل ده. لا انا مم. تمام، انا متفقة. متفقة فقط، ما مفيش اي ما تعليق. عنديش حاجة اقولها تاني. آم، يعني عموما هو من الواضح اللي احنا لما حبينا ننتقل من التيك توك للفيسبوك علشان نتكلم مع الناس على الموضوع، أزمة التيك توكرز الأخيرة المخالفين. الحقيقة إن كل التعليقات ما اختلفتش كتير عن اللي احنا شفناه. وبرضو لازم نرجع لنقطة اللي احنا كلنا مشاركين في ده.
مم. مش جهة معينة، مش شخص معين، مش هيئة معينة، مش اي حاجة. احنا كلنا مشاركين. اي حد يشوف فيديو حاسس ان هو لا يليق، فيديو مسيء لينا، فيديو مش افضل حاجه احنا نشوفه ولا لينا ولا لاولادنا، يبلغ عنه، يكتب عنه، يريبورت فيه. ونوعي الأطفال يا جماعة، مم. نوعي الأطفال. معلش يعني، أنا عارفة إن الحياة صعبة والواحد بيروح ويجي والشغل وبتاع وكده، بس احنا حاليا في مرحلة إنه لأ، أنا لازم أبدأ أوعي ابني أو بنتي من سن صغير قوي. يعني ما مم. نقولش ايه ده طفل يعني هيعمل ايه. لا، الأطفال دلوقتي بتخزن، بتفهم، بتستوعب أسرع مما هي كنا اصلا احنا زمان. دماغهم عامله زي السفنجه، اه طبعا، بي... بيستوعبوا كتير. بيستوعب كل اللي فلما قدامه. تلاقي طفل صغنن حرفيا مش باين من الأرض، مم. يشتم ولا يقول كلام، ما تضحكش، مم. ما تضحكش. هو الفكره ان هو بيقلد الشخص اللي هو شايفه على التيك توك، هو مش فاهم طبعا هو بيقول ايه فانا او كولي امر الموضوع اروح بيقول ايه. ضاحك، فانا اه، بشجعه اكتر انه يا حبيبي كمل على ده. يعني لا، ممكن يعملوا له فيديو شخصيا اه لا، زعق، بليبسينج، بليبسينج ايه، زعق، يقولوا له اعمل ده. زعق، قول لا ده غلط، لا ده عيب. مم. انا ما بقولكش اضرب، ما بقولكش اعمل تربية حديثة. زعق وقول ان ده غلط، اقعد حطه قدامك كده، حبيبي الكلام ده غلط، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما يصحش، ما ينفعش اللي انت بتقوله. احنا طب بص تعالى بقى ايه، سيبك بقى من التيك توك ومن الفيسبوك ومن الحاجات الوحشة اللي انت عمال تتفرج عليها دي. مم. تعالى نتفرج على حاجات ايه، تعليمية. مم. تعالى نتفرج على كرتون، تعالى نتفرج على سبيس تون، اي حاجة، مم. اي حاجة تليق بطفل في سن معين. لما يكبروا شوية. هي سبيس تون دي لسه موجودة؟ اه تصدق. مم. بس مش عارفة هل لسه في حد بيتفرج عليها ولا لا. ممكن ده يبقى موضوع حلقة حاسس ان هي تانية قفلت. يعني. يعني ده بقى ممكن سبيس تون وام بي سي 3 والحاجات دي يبقى مم. موضوع حلقة أخرى يعني. مم. كرتون بقى يا جماعة. الكرتون اه. ممكن بنتفرج عليه زمان وبيتفرجوا عليه دلوقتي والحاجات دي، بس دي هتبقى في حلقة تانية يعني. مم. أم، لكن انه اسيب ابني او بنتي على تابلت ولا على موبايل حتى، واقول له اه يا ايه ده، الله انت بتتفرج على فلان، طب حلو جميل، لا مش حلو. مم. مم. لا، راقب، اعرف، لانه هيجي عليك وقت هتقول يا ريت اللي جرى مكان. مم. هيجي عليك وقت خلاص انا ابني ولا بنتي تشبعوا بالناس دي. مم. فتعالى بقى ربي بقى من اول وجديد. مم. يعني ابدأ بقى ايه، نبدأ بقى من ده اول اذا نفع وجديد. اه ده بقى اذا ساعتها. نفع اساسا انك مم. تربي. ف ان يوصل المشكلة للولد. ان يوصل للولد او البنت ايه البديل لتفريغ الطاقة. ما هو ده اللي انا بقوله اهو. هو اولا الفرجة على على الفيديوهات على التيك توك او اي منصة، هو مش تفريغ للطاقة عموما يعني. هو الهاء. الطفل عموما محتاج طاقة افضل من كده بكتير، تنمي مهاراته، توديه تمرين، يلعب لو احنا رياضة. بنتكلم على الاطفال اللي هم ما ينفعش يروحوا مثلا تمرين او بتاع ولسه سنهم لا يسمح، في يا جماعة بيت كده جميل قوي فيه كور ملونة كده، بيتحط الطفل فيها، تقعد معاه مثلا 15 دقايق، تقعد تلعب معاه، مم. تقعد تعمل بتاع كده وتروح وتمشي بعيد، تبعد عنه التليفون، تبعد عنه التابلت. ممكن تفتح تلفزيون صغير او التلفزيون يبقى شغال على اغاني اطفال مم. تعليمية برضو. كل ده هيفرغ طاقة. كل مم. ده لما تيجي بقى فعلا زي ما احمد كان بيقول، الناس اللي بتصور اطفالها وهي بتشتم وهي بتعمل وهي كده، لما تيجي تقول انه لا، آه ده ده الطفل، انا طفل بتكلم محتاج. على سن الخطر ال 13 و 14 سنة، دي الرقابة بقى. مم. هنا ده ممكن يروح بقى كورس تعليم لغة معينة، يلعب رياضة. يلعب رياضة، ينزل النادي، بس يبقى فيه رقابة، رقابة على أصحابه، في رقابة مكتبات على. كتير في الحياة لا، كلها ما حدش يقدر. بيروح مكتبة دلوقتي. يعني ده من القراءة يا زمان جماعة، قوي. القراءة اه مش تجيب مكتب، مش له، لازم مكتبة. او تجيب لها قصة معينة، شوف هي ميولها مم. في الأدب رايحة لفين.
نجيب لهم قصص، نقرا، تقعد تقرا معاهم، تشرح، نعلم يعني ممكن نعمل تفسير للدين مثلا. مم. ففي حاجات كده. الأهم من ده هو المشاهدة. الفيديوهات على التيك توك هي مش تفريغ للطاقة، مش عارف انت جبت المصطلح ده منين، بس هو مش تفريغ للطاقة، لأن هو ده ما هو فيش طاقة بيقول أصلا. مش بي م- هو تقريبا بيتكلم عن ابنه او حاجة. مش بيهوى كرتون ولا الكرتون ولا برامج برامج خالص، خالص، هو ومش عايز عايز. حاجة يطلع فيها طاقته بدل القرف اللي كلنا رافضينه ده. رياضة. طيب ما احنا بنقول لك اهو رياضة. يا كريم، هو كريم سيد. امم. احنا بنقول لك يا كريم ان انت يعني لو هو سن ال 13 و14 اللي انت بتتكلم عنه، فهي رياضة، كورسات. كورسات تنمية، اي تي. الحاجات دي على فكرة موجودة للسن ده واقل كمان من السن ده. يعني في اطفال بياخدوا الكورسات دلوقتي اي تي، في كورسات للحاجات التكنولوجية، في مكتبات ممكن يروحها، في شوف هو بيحب مثلا مسارح يتفرج يروح على يتفرج ايه على بعيدا مسرح عن القرف للأطفال. والبعيدا عن الحاجات اللي احنا رافضينها. شوف هو بيحب مثلا يتفرج على سباق عربيات، مم. كورة. فمثلا بيقول يبقى الرياضة مهمة فعلا. هي رياضة مهمة فعلا جدا، هي رياضة مهمة جدا عبير لحياتنا بتقول نطلع كلنا. طاقتنا في ايه طيب؟ عبير احنا مش بنتكلم عننا، احنا قادرين ان احنا نعرف نفرق بين الصح والغلط. احنا بنتكلم على الجيل بقى الجيل اللي بعدينا، الصغير. جيل أولادك يا عبير. احنا جيل بنتكلم، اولادك هو بالظبط. ده اللي احنا بنتكلم فيه، الجيل ده. فانا كنت بقول حاجة مهمة دلوقتي. كنا بنتكلم مع كريم على الرياضة، وكان بيقول إن الرياضة مهمة فعلا، هي الرياضة مهمة اه جدا طبعا. لينا كلنا عموما، للكبار والصغار، يعني لأي حد. مين هيوديهم مين بس؟ هيوديهم بس؟ تعالوا والنبي وانتي والنبي خدوا خدوا ولادي ولادي. ودوهم. ايوه، مش لازم كل حاجه تبقى بره، على فكره في حاجات داخل البيت، مش لازم ان احنا نقعد نتفرج على تيك توك فقط. على فكره في دروس تعليميه على اليوتيوب ممكن نتفرج عليها، يعني مش لازم ممكن كل لو حاجه حد تبقى خارج مثلا دماغه البيت. في المزيكا، في توتوريالز وفي فيديوهات على اليوتيوب مم. تعليمية. نجيب أورج صغير، جيتار صغير، أي حاجة هنصدع الناس اللي معانا في البيت. في بس الاول، هطلع بس في طاقة. الاول، وبعد كده ممكن يعني يبقى فنان هطلع كبير او هطلع فنانه طاقة، كبيره. هطلع طاقة في إن أنا الرسم مثلا. أجيب لوح رسم لولادي، مم. أجيب لها ألوان لبنتي يعني، وأقلام واسمها إيه، مش كراسات، كتب الرسم أو مم. التلوين أو الحاجات دي. يعني الافكار كتير بعيدا عن الاستسهال، اللي احنا بنستسهل الطريق. فخد يا حبيب قلبي الموبايل ده، واسكت، اللي هو خد ده ومش واسكت. اسكت اتفرج بقى، عيش لا، ما قلب هو ما اسكرول ما اعمل اللي هو انت ما هو عايزه. خد التليفون واسكت يعني، اللي احمد هو علاء اقعد بقى. بيقول افضل حاجة حاجة للإنسان للانسان هي هي الرياضة الرياضة عن وعن تجربة. تجربة. وعن تجربة رقم 2 معاك. أنا ماليش ان في هي الرياضة الرياضة. قوي، بس أنا يمكن ملت أكتر من رياضة ناحية البنات، وده أنا بشجع أي أم إنها تعمل كده مع بنتها. لأن أنا أمي عملت كده في سن صغير، إنها ودتني دروس باليه. مم. فأنا بحب الرقص، مم. بحب الباليه، بحب يعني الرياضة، وده جزء من الرياضة طبعا. مم. بس انا الرياضه اللي هي ويت ليفتنج وبتاع وكده ماليش فيها بصراحه. لا في. لا انا ماليش فيها، هو مم. في طبعا بس انا ماليش فيها. او يعني بحبها بس مش اللي هو الاساس بالنسبه لي. هو كريم عايز يشرح تفريغ الطاقة دي قصده بيها ايه، اوكي. فبيقول ان هو بيتفرج على الفيديوهات السيئة دي و... يقلدها. ويقلدها علشان يشوف نفسه فيها وشخصيته بتتكون بشكل غلط. ما ده اللي احنا بنقوله، اللي هو الطفل او الطفلة بيشوفوا الفيديو ده، هم مش فاهمين اساسا هو الفيديو ده بيقولوا ايه فيه، مم. بس في نفس الوقت يروح قايل لك ايه، حتى لو انا هم هقلده بقى. عندهم حتى لو هو عندهم 13 و14 مم. سنه، هم ستيل مش فاهمين. مم. ماشي، هي الفكرة التقليد، ده يعني تقديري انا يكون بسن معين. ما ينفعش طفل خليه يقلد من هو طفل. لا، في حاجات اهم بكتير لعقلية الطفل، ان هو يقلد لي حد. ويوم ما يقلد حد يعني ذو قدوه شويه. ذو قيمة ذو عموما. قيمه وقدوه فعلا يعني. بيقول لك بينفذ ده للأسف، وفي كارثة إن في نوعية من الأهل موافقين على ده وشايفينه حلو، ما خلي الولد احنا بقى يفك ويبقى احنا شخصية، وده بيدمر. بنناشد الاهالي دي. مم. يعني احنا كلامنا اللي بنقوله
احنا بنكلم الاهالي دي. مم. يعني احنا بنقول انه يا جماعة خلوا بالكم على اولادكم، مم. علشان انت دلوقتي بتقول خليه يفك ويعمل وبتاع وكده. هتيجي كمان 3 4 سنين، لو احنا بنتكلم على حد في سن 13 او 14 سنة، ف3 4 سنين لما يتم ال 18 وال 19 ويبقى شخص مسؤول عن قراراته ويعمل مصيبة، هترجع تقول انا ليه عملت في ابني كده او مم. في بنتي كده. صح. زي اهالي دلوقتي التيك توكرز اه المخالفين، اكيد اكيد يعني حاسين ده دلوقتي، ناس وشايفين كتير، اللي هم في عملوه اهالي في طلعت، ولادهم. مع بعض برضو المواقع الصحفية قالت احنا احنا والله سيبناهم علشان ايه، احنا مش قادرين، وكنا فاكرينهم بيطلعوا طاقة. هم مش فاهمين مم. اللي هم عملوه، او مش مستوعبين اللي هم عملوه. هو في ناس اصلا من التيك توكرز المخالفين هم نفسهم مش فاهمين هم ايه اللي بيعملوه. بالظبط، والمشكلة انه في منهم طبعا امهات واباء كتير قوي جوه التيك توك. مم. صح جدا، زي الندم بتوع التيك توكرز بالظبط. بالظبط. فهم، لا هم يعني صعبين بصراحة. ان انا اطلع كأم آه على السوشيال ميديا ومش ام الطفل، لا انا ام ما شاء الله ذو ربيح اطفال، مم. واطلع على التيك توك اقول شتايم واقول الفاظ، واقول طب انا بعمل ايه في بيتي؟ يعني أنا مجرد ما اقفل الكاميرا مم. انا بعمل ايه بقى في بيتي؟ مم. يعني مع ابني ولا بنتي، ولا يبقى بشقلبهم ولا ايه؟ مم. يعني الأهم في كل اللي احنا قلناه اللي محدش يختار الطريق السهل. الطريق السهل اللي هو يلا نجيب فلوس، يلا نعمل شهرة، الناس تبقى عارفاني في الشارع، الناس بتبقى عايزة تتصور معايا، أعمل فيديوهات وأعمل ريلز وأعمل لايف وأقلب الدنيا بدون أي هدف. مفيش أي هدف أنا كمشاهد على هذه الشاشة الصغيرة اللي أنا أتفرج على الناس دي. مفيش أي داعي اللي أنا أشوف الناس دي بتقول إيه أساسا. وده جزء، والجزء التاني ان احنا علينا توعية مجتمعية، بمعنى ان الاسرة عليها دور، الاهل طبعا، الصحاب، اصحاب المدرسة، اصحاب الجامعة، الجيران، كل المسؤولية المجتمعية مهمة جدا لمواجهة الاشكال دي من الفيديوهات. ان احنا بحاجة ان احنا نتصدى جميعا لهذه الفيديوهات ال- المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا والآداب العامة وللذوق العام في كل في كل حاجة. وعلينا ان احنا نسلط الضوء على الفيديوهات الإيجابية، الفيديوهات اللي احنا بنقدم فيها رسالة، اللي احنا دي فعلا دي الحاجة اللي احنا ممكن نتيجها لبعض، ودي الحاجة اللي احنا ممكن نقولها لبعض. الضحك مهم، الكوميديا مهمة لينا كلنا، بس دي فرجوهم على مسرحيات يا جماعة. بس الفيديوهات دي مش فيديوهات كوميدية. يعني لما يعني اطلع اشتم بدل ما او اطلع نتفرج اعمل ايحاءات بالظبط. جنسية، ده مش كوميديا. يعني لو انت بدل ما فاهم ان دي نتفرج على كوميديا فانت محتاج تشوف الكوميديا الصح بقى، يعني تشوف الكوميديا بتتعمل ازاي او بتتقال ازاي، علشان تقدر تحدد هي اللي انت بتعمله ده كوميديا ولا ده ترفيه ولا ده اي كلام. انت طالع تقول اي كلام علشان تدخل في العقول اللي بيتفرجوا، اللي هم طبعا الشباب اللي هم من 20 لأقل من 20 سنة، ان هم يبقوا يقلدوك، يبقوا زيك، يبقوا يختاروا الطريق ده. اللي بقى يسيب بقى مدرسته، واللي يسيب جامعته، واللي يسيب تعليمه، ويسيب كل حاجة لمجرد اللي هو شايف أشخاص ما ايوه مروش بأي مراحل تعليمية وفجأة بقوا نجوم، بقت الناس بتتصور معاهم، الناس بقت بتحبهم وبيسافروا هنا وبيروحوا هنا وبيجوا من هنا وبيعملوا انترفيوهات وبياخدوا فلوس وبيقعدوا يتكلموا على الشهرة والفلوس اللي هم حققوها في فترات قليلة. فطبعا ده اللي بيغذي العقول الشباب دي، الشباب الصغير اللي احنا برضو كلنا مسؤولين عنهم. انا حاسس ان في كلام كتير اتقال وانا على بتكلم، فكرة بس انا المشكلة مش في أم التيك توك، مش في التيك توكرز بس، كمان في ناس حساباتها معتمدة على إعادة مقاطع فاضحة مم. بمعنى الكلمة، صحيح. ودول أخطر من الحسابات الأصلية. مم. صح، ما هو احنا عشان كده بنقول أو قلنا إنه يا جماعة ما ترفعوا لهمش الريتش، خلاص هم اوريدي
ناس معينة منهم عارفين يرفعوا لنفسهم الريتش مم. لوحدهم، فما ياخدش بقى المقطع ده او الساوند ده او اعمل مش عارف ايه واروح اعيده تاني واروح عامله تاني واجيب بقى اطفال تعمله وبتاع ليه عشان اعلي الريتش عشان اوصل للترند. مم. لا، ما احنا ما نعملش ده خالص يعني. ومش دي الكوميديا، يعني انا مش الكوميديا بتاعتي ان الاقي بنتي بتقلد ايا يكن اسمها ايه يعني، بعيدا عن الاسماء. بعيدا عن الاسماء. ان الاقي ابني بيتشقلب ولا بيلبس مش عارف عامل ازاي، اصل ده بص يا ماما تيك توكر فلان فلاني لابسه. مم. ما هو حبيبي يقرف، ما هو او البطه. بطة مين؟ فيهم تيت. اه تيت. اه. احنا كده ما عرفناش بقى انت قلت ايه يعني. اه يعني احنا لو كده، انت رجعت. انت كده في السليم. فتمام. مم. اوكي يعني. المسؤوليه المجتمعيه عليها دور كبير. طبعا آه، مسؤولية البيت والمدرسة عليهم دور أكبر كتير. مم. يعني احنا أو أنا أتكلم عن نفسي، أنا في حد ذاتي اتعلمت في بيئة إنه بعيدا عن البيت، اتعلمت كمان في المدرسة إنه إيه الصح وإيه الغلط. مم. وما كانش فيه سوشيال ميديا. اهم حاجه الاهل أهم يوعوا حاجة الأهل عيالهم طبعا. علشان ما يروحوش، ما يندموا، ما يرجعوش يرجعوش يندموا يندموا في في الآخر على الاخر. تقليدهم لناس ما اتعلمتش أصلا. صح. بالظبط. صح. عشان كده اه. احنا بنقول المسؤوليه المجتمعيه. مم. مم. مدرسة ليها دور كبير. المفروض بعد اللي حصل دلوقتي انه نعمل حاجة في المدارس احنا كنا بنعملها في مدارس الرهبان والراهبات، اسمها دروس الحياة. مم. ده كنا بنعمل ايه؟ حاجة بسيطة قوي، انه آه، مدرس او الراهب او الراهبة او whatever يعني مم. اللي بيقعد معانا، او حتى مدرس الدين الاسلامي اللي كان بيجي يقعد معانا يعلمنا القرآن وبتاع وكده، كانوا بيجوا يقعدوا يقولوا لنا، بنقول لهم مواقف بتحصل في الشارع، مش لازم تحصل لنا احنا، بتحصل في الشارع. مم. فييجوا يقولوا لنا ايه، لا ده غلط، مم. ده المفروض ما كانش ينفع يعمل كده، مم. اوعوا تعملوا زي ما الشخص ده عمل. مم. لازم تتصرفوا بالطريقة الفلانية، لازم تعملوا كذا، لازم تعملوا كذا، بيوجهونا مم. اكتر كمان من البيت. مم. فانا دي يمكن. هي الفكرة عشان المدرسة كنت بنقعد فيها وقت أطول احنا عموما من ستيل البيت. بنقعد وقت اطول، يعني مم. ستيل الطلبة بتقعد وقت اطول في المدرسة من البيت. مم. فيا جماعة دي مناشدة مني الوزارة، وزارة التربية والتعليم، رجع أو أنشر، مش بس ما تبقاش مختصة على مدارس معينة، أنشر فكرة دروس الحياة، مم. الصح والغلط بمختلف الأديان. مم. ملهاش علاقة بدين معين، ملهاش علاقة بمستوى معين، ملهاش علاقة بحاجة معينة، مم. وممكن ملهاش علاقة. كمان وممكن كمان دي تبقى موجهة بشكل تاني بكامبين مثلا على القنوات الفضائية، في الجرايد، في المواقع، زي ما احنا بنواجه الشائعات بالحقائق وبنقولها. فدي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن نوعي بيها، آه، نوعي بيها نفسنا ونوعي بيها الأجيال اللي جاية كمان. وتقريبا احنا برضو في مبادرات كتير حصلت. اه اخلاقنا اه جميله بالظبط. وكيف ولا للتنمر، وفي مم. حاجات كتير مم. بس كانت محدده قوي. مم. يعني كانت بتتكلم في التنمر. عايزين نوجه بقى للسوشيال ميديا، بالظبط، عايزين التواصل نوجه الاجتماعي. للسوشيال ميديا، عايزين نوجه للي عايز يعمل محتوى. اعمل محتوى هادف، اعمل محتوى تطلع تتكلم، حتى لو بتتكلم يا سيدي عادي، بس اطلع اتكلم بشكل لائق، بشكل محترم، بشكل. انت هتبقى واجهة مشرفة عموما بالظبط. ليك ولأهلك ولصحابك ولعيلتك وكل واحد بيشوفك. يعني بالظبط يعني ما تحسش ان انت ايه ده، لا ده انا مش هجيب ريتش، مش مم. هجيب ترند. اصبر، هتجيب ترند مم. وهتجيب ريتش وهتجيب كل ده. نيفين ده لسه موجود في المدارس على فكرة، بس انت مستوعب ان المدرسين بيتعاملوا مع المواد الأساسية بمنتهى باستهتار، الاستهتار. فما بالك بحصص تقييم وتعديل السلوك مم. وهكذا هيهتموا. ما هو ده اللي احنا بنقوله، انه مم. حتى لو انا ما اعرفش بصراحة ان ده هل موجود في مدارس تانية ولا لا، او ستيل موجود ولا لا، مم. بس شكرا انك قلت لنا.
لا طبعا، يعني انا المفروض بقى ان انا اوجه ده، انه لا يا جماعة اهتموا بده، لانه ده زيه زي درس الدين. مم. ما هو في ناس او بعض المدرسين بيستهتروا بالدرس مم. نرجع يعني. برضو للنقطة الأساسية، إن الأهل عليهم دور كبير في اكيد، مواجهة بس انا أي بتكلم حاجة ان انا بتخص هنا زي ما قلنا. الأولاد، بتخص الإخوات، بتخص كل طول العيلة. فترة الاجازة احنا آه يعني طول فترة الاجازة احنا قاعدين في البيت. مم. فانت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ علم ولادك، مم. قول لهم الصح من الغلط. لما نرجع المدرسة، المدرسة تقول الصح من الغلط. مم. فالطفل هيكبر، هيزمزق شوية في سن معين، يعني هيجي عليه سن ايه ده، لا انا عايز اعمل وعايز اسوي، هيصور شوية. مم. بس هيبقى فاهم بعد كده. مم. لما يقع في غلط هيرجع بعد كده يقول لا، ده انا ماما وبابا كانوا صح، ده انا المدرسة الفلانية لما قالت لي مثلا ما ينفعش تعمل كذا 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 هي كانت صح. مم. فهيرجع هو منه لنفسه عنده وعي ذاتي مم. بالصح والغلط. مم. كان في حد بيسأل تقريبا عن نعمل ايه للأطفال، او الأطفال ممكن يعملوا ايه. في يكونوا صح. مؤسسة حلوة جدا اسمها سيف ايجيبت، دي بتقدم يعني كورسات، وبتقدم تنمية مهارات الأطفال، وبتقدم دروس، حكاوي، حاجات كتير جدا. ممكن أي حد يدخل على البيج دي، بيج سيف ايجيبت، هي مختصة أصلا بالأطفال، وطبعا الشباب يعني أو المراهقين، أو الأبهات والأمهات، وكل كل الفئات الموجودة يعني. بس لو حد بيسأل على ان انا اعمل ايه لطفلي، او اقدر انمي مهاراته ازاي، ابعده عن التواصل الاجتماعي وادخله كده في المشاركة الفعالة، فسيف ايجيبت يعني مؤسسة هايلة، وبتقدم حرفيا نماذج إيجابية كتير جدا من الأطفال، وبتديهم كده ثقل كده لحياتهم في المستقبل. عايزة تقولي حاجة؟ لا انا تمام. احنا طبعا يعني اتبسطنا اللي احنا كنا معاكم النهارده، اتبسطنا جدا بالتعليقات اللي كانت موجودة، ونرجع لنفس النقطة ان المسؤولية المجتمعية مهمة مهمة جدا طبعا جدا جدا. جدا في موضوعات زي دي. الأهل مهم، الصحاب، كل المجتمع اللي المجتمع حوالين الطفل. مسؤول، مش بس نرمي الموضوع على الجهات الأمنية وإن هم قبضوا. طبعا شكرا لكل رجال وزارة الداخلية على المجهود ده، بس احنا برضو علينا دور، احنا كأسرة، كبيت، كصحاب، في مكان ما، احنا برضو علينا دور. فانت دورك انت، لو شفت فيديو مخالف، فيديو مش عاجبك، فيديو غير فيه إيحاءات جنسية، غير او منافي للآداب العامة، ابعت ده، ابعت واعمل ريبورت لده، وخلي اصحابك او عيلتك برضو يعملوا نفس الكلام، يبعتوا ريبورت علشان الاكونت ده يتقفل، يقف، يحصل اي حاجة فيه، اللي هو ما يبقاش قادر ان هو ينشر فيديوهات زي دي تاني. وكمان هنقلل عنده الفولو للناس. فممكن ممكن تناشدوا تناشدوا زعيم كوريا يدوس على الزرار عشان يساعدنا. لا ليه يعني، لا خلونا شوية. لا ما يعني يدوسش احنا على لسه الزرار دلوقتي. لسه شويه ينفين، يعني ان انا عارف ان انت نفسك الزرار تداس عليه، اللي هو ناولوني الزرار هدوس انا نقول انا عليه. هدوس عليه بنفسي بس. لا نستنى شوية. الموضوع سهل يتحل يا جماعة، مم. الموضوع مش صعب، الموضوع يتحل فعلا زي ما أحمد قال. المناشدة المجتمعية لازم نعملها، لازم إن احنا نوعي. الوعي مهم، وده دورنا مم. ودوركو ودور أي حد فاهم للموضوع. إنه وعي، ما تزهقش. عادي هتلاقي ناس تهاجمك، هتلاقي ناس تقولك، هتلاقي ناس لا ده اللي في دماغها في دماغها. مم. وعي. ودور على فيديوهات ايجابيه، اه وريها بالظبط. لطفلك، قول له بص شوف الفيديو ده بيتكلم في ايه، بص الحدوته دي بتقول ايه. يعني هتلاقي على التيك توك مش بس منصة بتقدم فيديوهات مسيئة، لا، في فيديوهات طبعا تحترم، وفيديوهات عليها مجهود، وبتقدم رسائل إيجابية، كورسات
للناس اللي حابة تاخد كورسات في أي مجال من المجالات، بتقدم تجارب حقيقية، بتقدم تنمية بشرية، هتلاقي كل القطاعات موجودة في التيك توك. فده مش معناه ان احنا عايزين نقفل التيك توك، لا، احنا عايزين نجنب الاكونتات او البروفايلات المسيئة اللي احنا ما يبقاش ظاهرة عندنا ومش شايفينها. احنا مبسوطين إن كنا معاكم النهاردة، وان شاء الله نبقى تابعونا. نقابلكم في مرة تانية وموضوع اجتماعي جديد في اتنين في البيت. باي. باي.